بين الترجي والاتحاد المنستيري. هذا كره ليوسف البلالي يسقط على ارضيه الميدان، والحكم نزال الطيف يعطي مخالفه تبدو خطيره. المخالفه الاخيره المتحصل عليها الجزائري يوسف البلالي تعدى، ولكن الانزلاقيه من حسام الدين التوزيع باش يكون اما في القائم الاول او في القائم الثاني، خاصه انه كره مجنبه نوعا ما. ننتظر التنفيذ، يعطي الحكم الاشاره، يرجع نضال الطيف ينبه على الملاعبيه في منطقه الجزاء. ولو شات داخل المنطقة كل واحد أكيد يبحث عن مصلحته. لاعبية الترجي من أجل خلق فرصة للتسجيل، ولاعبية الاتحاد من أجل الدفاع على مرماهم وعدم قبول هدف حاليا في 33 دقيقة لعب. مباراة الذهاب كانت 1-0 للترجي بإمضاء وائل العربي اللي غادر الترجي في فترة الميركاتو. يرفع الكرة بالراس، تضرب في الدفاع وتمشي للركنيه. رمضان تضرب في الفادع تخرج تماس، يعطي الحكم الكره للترجي، مره هنا ومره عند الاتحاد ومره هناك عند الترجي. وقرارات الحكم لحد الان نحبوها تكون في مكانها. تعود الكره الى طه ياسين الخنيسي يقول الحكم ثم لمسه اليد على ما يبدو ضد طه ياسين الخنيسي في المنظر للعمراني. مره اخرى كرات القصيره بين ملاعبيه الاتحاد دفاعيا من اجل خروج ملاعبيه الترجي نحو الهجوم وترك المساحات. كرة لزياد المشموم، العودة للجهة اليمنى دائما كرة ترى للاتحاد المنستيري. مشتوي يعود في وسط الميدان، الياس الجلاسي يضغط عليه الخنيسي، يرجع الكرة للعمراني في دائرة وسط الميدان. يمشي العمراني يلعب الكرة مع علي العمري للعمراني، والعمراني طويلة كورته في مناطق جزاء الترجي. والمخالفة قريبة من خط منطقة مخالفة للاتحاد، والإعادة تدخل شمس الدين الذوادي على الياس الجلاسي. وضربة مخالفة للاتحاد الرياضي المنستيري تبدو خطيرة. العمري وايضا الياس الجلاسي عادة ما ينفذ كرات ثابتة بالشكل المطلوب. هل تكون ثابتة في شباك رامي جديد يم تخطى الشباك؟ هذا ما يتمناه وما لا يتمناه بطبيعة أحد الجماهير الفريقين. نحكي على جماهير الترجي. مطلع دقيقة 37، الياس الجلاسي سدد الكرة في 90 على القايم. الاتحاد الرياضي المنستيري مباخ كرة ليوسف البلالي، وزع الكرة ترجع من الدفاع وكاد يكون الهدف من عند جزائر الترجي. يوسف البلالي، شوف الإعادة، شوف الفنيات، التمريرة بخارج الرجل بالاكستيريور دو بيي، ما عندوش مشكلة. صحيح يلعب باليمين ولكن باطن وخارج الرجل يتعاون معاهم بالشكل المطلوب. الجزائري يوسف البلالي كرة عالية رفيق كابو قصيرة، لكن ياخذ الكرة بالسرعة والأناقة كالعادة بين زوز ملاعبية، يوزع ولكن الكرة تخرج رمية 6 أمتار لصالح الترجي الرياضي التونسي. الحكم يلتجأ لقرار المساعد الثاني محمد مزيد، والتماس لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. امامكم على الصورة القائد زياد المشموم. وصلنا لمطلع دقيقة 40، 5 دقائق امام الاتحاد الرياضي المنستيري والترجي من اجل الخروج من هذا الشوط الاول والفصل الاول بيتقدم. هذه كرة الاتحاد الرياضي المنستيري يسقط على ارضية الميدان، والحكم نضال الطيف يقول المخالفة للترجي الرياضي التونسي قبل هير على الكأس الافريقية، واكيد مباراة ربما نستغلوا توقف اللقاء. لحد الان لعبة متوازنة شهير. جمهور الاتحاد الرياضي المنستيري اكيد الكل يتابع وينتظر رقم جديد للاتحاد في جولة 20 في البطولة في الجهة المقابلة. معين الشعباني كان امامكم على الصورة خذ القطار وهو يسير نفس الشأن بالنسبة للأسعد الدريدي بعد 3 جولات. تغيير على مستوى الزوز لكامروني الترجي بعد التدخل الأخير، هكا التعادل حتى على مستوى الإنذارات، 2 للاتحاد 2 للترجي. من الياس الجلاسي يرفع كرة كالعادة بالراس، والهدف الأول. ولا الراية موجودة وهدف أبيض. الهدف مرفوض من علي العمري، هدف جمهور الاتحاد. هذه الكرة والإعادة كان مقدم نوعا ما اللاعب اللي مس الكرة بالراس هو مش علي العمري. وترات كانت حاسمة في مباراة اليوم. والإنذار مرة أخرى، الإنذار حاضر المرة هذه لعلاء زهير.